قصتنا النهاردة عن عيلة في اليمن من سلالة الجن. كانوا ساكنين بعيد قوي في قرية صغيرة في اليمن. اللي حصل لأهل القرية دي كان شيء مرعب ومخيف جدا، وحاجة مفيش عقل يتخيلها. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنسوناش في اللايك، ولو حابين يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان بيكم هنكبر. الحكاية بتبتدي من قرية في اليمن بعيد قوي. كان أهلها مسالمين جدا ومفيش فيها أي حاجة تقلق. الناس كلها كانوا عايشين في هدوء وسلام، لحد ما في يوم من الأيام جت عيلة على أطراف القرية، ومن ساعتها والدنيا مقلوبة حرفيا. كانت العيلة دي غريبة قوي. العيلة دي دخلت القرية بالليل والناس كلها كانت نايمة. الصبح أهل القرية اتفاجئوا إن في قصر كبير جدا موجود، وكمان في ناس سكنت فيه. اتبنى ازاي وامتى محدش يعرف، ولا حتى حد صوت عمال بتبني أو صوت عمال بتنقل العفش أو أي عربية داخلة بتنقل العفش. مفيش أي حاجة خالص، مع إن امبارح ما كانش في حاجة. ما كانش البيت ده موجود أساسا. شكل البيت من بره كان غريب قوي. الناس فضلوا مستغربين جدا، ازاي محدش يعرف. قرر أهل البلد إن هم لازم يروحوا القصر ويشوفوا الناس اللي سكنت فيه ويتكلموا كمان معاهم. وفعلا راح كبارات البلد، خبطوا على البيب وفتح لهم شاب. بس الناس خافت جدا، ومن الخوف رجعوا كلهم لورا. المنظر استغفر الله العظيم، كان شكله شبه الشيطان. ده الشيطان نفسه، وشه ما تعرفش إذا كان ده بني آدم ولا حيوان. شكله مش طبيعي. الشاب ده يعني من 15 ل 17 سنة. بصوله وقالوا له ممكن نتكلم مع والدك. الشاب ده بص لهم بصة مخيفة، كلهم خافوا منها. أول ما الشاب ده اتكلم صوته كان مفاجأة ليهم كلهم. كأنه راجل كبير، نبرته في الكلام كانت مخيفة ونظراته ترعب. قال لهم والدي مش موجود، وأحسن لكم تمشوا من هنا، وقفل الباب في وشهم جامد جدا. رجعوا وهم مستغربين من اللي حصل، بس أخدوا قرار إن هم لازم يراقبوا البيت. بس الحاجة المرعبة بجد إن البيت ما كانش فيه نور خالص لغاية قبل الفجر. مفيش ولا لمبة واحدة نورت. كان البيت كله ضلمة ما عدا اللي كانت ساكنة، كانت هي اللي منورة الدنيا عندهم. عيون الناس كانت هي اللي بتتحرك جوه البيت وسط الضلمة، وكانت بتبص عليهم من الشبابيك. في واحد من البلد قرر إن هو يقرب من البيت ويحاول يسمع الكلام اللي بيدور. الناس حذرته كتير إن هو ما يعملش كده، وقالوا له الناس اللي جوه دول ناس مش عادية، دول ناس غريبة. ده إذا كانوا أساسا هم ناس. بس هو صمم على اللي قاله، وفعلا راح بيتراقبوا، وكان كل واحد متحفز فيهم علشان لو حصل أي حاجة يلحقوا بسرعة قبل ما يحصل له أي ضرر. أول ما وصل لحد الباب القصر اتفتح بسرعة القصر، ومن غير ما حد يخرج طلعت إيد وسحبت الشخص ده بسرعة جدا. يعني مفيش حد لحق حتى يتحرك من مكانه من السرعة الكبيرة اللي اتسحب بيها الشخص. كل اللي سمعوا ساعتها الشخص ده وهو عمال يصرخ، ومرة واحدة ساد الصمت المكان. الناس كانت في صدمة كبيرة أوي من اللي حصل بتوعهم، وقالوا لهم على كل اللي حصل. اتجمعت الناس كلها، وقرر أهل البلد إن هم لازم يروحوا للقصر علشان ينقذوا الشاب ويشوفوا إيه اللي حصل للشاب ده. وهم بيتحركوا للقصر فجأة طلع الشاب من جوه القصر واتحرك ناحية، مش قادر يمشي خالص. ملامحه كانت متغيرة ووشه كان أصفر قوي. أول ما شافوا الناس جريوا عليه، كان بيبص لهم بخوف وبرعب، وعمال يكلم نفسه وجسمه كان كله بيرتعش. قالوا له ايه اللي حصل معاك جوه؟ بس كان عمال يكلم نفسه وهو مش سام تاني، كأنه كان بيتكلم مع ناس هما مش شايفينهم. أو يمكن يكون اتجنن، أو يمكن كأنه شاف حاجة جوه القصر ما كانش المفروض يشوفها خالص.
المهم خدوه لبيته. الناس خافت جدا وبعدوا عنه، وبقوا يقولوا ان القصر ده مسكون بالجن. بعد يومين راحوا لشيخ من شيوخ الجن اللي في البلد، يقال عنه ان هو له تواصل مع العالم الاخر، واللي بيقال عنه برضو ان هو شاطر جدا. وطلبوا منه ان هو يروح عند القصر ويقابل سكانه ويشوف ايه اللي بيحصل ويقول لهم، ويعرف مين هم دول وايه اللي خلاهم يجي لبلدهم دي بالذات. الشيخ وافق وقال لهم انه هيروح لهم بس بالليل. ولما جه الليل راح الشيخ عند كانت واقفة بعيد جدا عمالة تراقبه وتراقب اللي بيحصل. الغريبة بقى ان هما فتحوا له الباب واستقبلوه كويس قوي. مرت ساعة كاملة والشيخ جوه البيت. بعد الساعة طلع الشيخ من جوه القصر، وده كانت ملامحه غريبة قوي. كان مصدوم ووشه كان أصفر جدا. وقال لهم اسمعوا يا جماعة، محدش خالص يجي ناحية القصر ولا يقرب حتى منه، أنا بحذركم. أنا نفسي ما كنتش متخيل إن الحكاية. خلوا بالكم، الناس دي من عيلة في الجن كبيرة جدا. أنا نفسي عمري ما اتعاملت معاهم لأنهم خطيرين جدا، وده بسبب إنهم أجدادهم كانوا جن واتجوزوا من البشر. والجن ده مش زي أي جن عادي، دول جن قوي وخطير جدا، ومش عايزين حد يجي جنبهم. عايزين تنجوا بنفسكم وبولادكم، ابعدوا عن القصر. قالوا له طب احنا هنفضل كده لغاية امتى؟ قال لهم هم هيفضلوا سنة كاملة هنا، وبعد كده هيمشوا لحالهم، هيمشوا من المكان كله. بعد الليلة دي الناس كلها اتفقت ان هم لازم يبعدوا عن السنة دي ما تعدي وهم يمشوا تجنبا لشر الناس دي. كان سكان القصر مش بيطلعوا من القصر خالص. وبعد فترة ابتدى الناس تحكي عن حكايات غريبة جدا بتحصل معاهم، بالذات في الليل، وخصوصا وهم نايمين. مثلا نايم وفجأة يسمع صوت ضحك جاي من بره الشباك، يقوم من النوم مفزوع ويبص ما يلاقيش حد خالص. وناس تانية يسمعوا صوت من بره، يبصوا من الشباك ويشوفوا حد واقف باصص عليهم وبيبص لهم بصة مرعبة، وشه من غير ملامح. الناس كلها اشتكت ان الناس اللي في القصر بيراقبوهم بالليل وهم نايمين. والحاجات زادت قوي، ما كانش القمر طالع والدنيا كانت ضلمة قوي، وكان في بيت من بيوت البلد ما فيش فيها مية. قرر شاب اسمه سالم ان هو يطلع علشان يجيب مية من البير. وهو بيطلع المية من البير لاحظ ان البير ضلمة قوي، والمية كأن فيها حد بص لتحت قوي وبحلق جامد، ودخل راسه جوه البير. شم ريحة وحشة جدا جاية من البير. افتكر ساعتها ان هو معاه كشاف في جيبه، طلعه. اتفاجئ بمنظر مرعب. كان في حد ميت ووشه مشوه وكان منفوخ، وعيون الجثة دي كانت مفتوحة بشكل مرعب ومتحولة للون الأبيض. اتجمد بس فجأة طلعت ايدين من تحت الجثة لونهم اسود كأنها ايدين وحش. الايدين دي حضنت الجثة وسحبتها بسرعة لجوه المية، واختفت الجثة والايدين. كل ده ما خدش ثواني، وسالم واقف مذهول ومصدوم قاعد يبص للمية ويبحلق فيها. شاف عينين لونهم أحمر بتبص عليه من تحت المية. قعد يزعق وينادي على الناس وهو بيجري. وحكاية تانية كانت بتتقال برضو عن شاب اسمه إبراهيم لوحده بعد ما باباه ومامته توفوا، وكان على طول قاعد في الدور اللي تحت وساب الدور اللي فوق ده مهجور. وهو قاعد في الأوضة بالليل الكهرباء بتاعت الأوضة انطفت. قام مشغل اللمبة تاني، بس سمع حد بيتمشى في الدور اللي فوق. قام طلع الدور اللي فوق. كل ما يطلع الصوت يقرب أكتر وأكتر. كان معاه كشاف وكان بينور بيه، بس طبعا كان خايف جدا وقلبه كان عمال يدق من الخوف. لما وصل لفوق كان المكان كله تراب. ركيب كان موجود كرسي. الكرسي ده كان عليه عروسة كبيرة قوي، عروسة كأنها طفل، ما كانتش موجودة قبل كده. كانت العروسة دي قاعدة
وفجأة العروسة اتحركت ناحيته وعيونها كانت حمرا. حاول يجي مكانه، وفجأة العروسة ابتدت تتكلم بصوت مخيف: انت لازم تموت. وقبل ما يرد إبراهيم كان في حد مسك ايده بقوة. بص إبراهيم للعروسة، شاف الطفل اللي كان وشه مشوه اللي فتح لهم في الأول، وكان بيضحك وقال: انت هتموت دلوقتي. حاول إبراهيم يسحب ايده من الطفل، بس ايد الطفل ده كانت قوية جدا، وأخد الطفل الكشاف من إبراهيم وكسره. الدنيا بقت ضلمة. بقى إبراهيم يسمع صوت ضحك جاي من كل مكان في البيت. كل شوية الصوت ده عمال يترفع أكتر وأكتر وأكتر، وكل ما يرتفع الصوت كل إبراهيم ما يخاف أكتر وبيترعب أكتر. ابتدى إبراهيم يسمع أصوات حاجات بتتحرك من مكانها. صرخ إبراهيم علشان أهل البلد يلحقوه، وفجأة حس بضربة جامدة جدا على راسه وأغمى عليه. لقى نفسه في الدور اللي فوق واقع على الأرض. كانت كل حاجة طبيعية ساعتها. العروسة كانت واقعة على الأرض جنبه ومكسورة. وبعد اللي حصل ده قرر إبراهيم هو وبعض الأهالي في البلد إن هما ما يسكتوش، وخصوصا إنهم بقالهم أكتر من سنة على القصر. بس اتفاجئوا إن البيت اختفى فجأة. والحمد لله الهدوء رجع تاني للقرية، وأهل القرية بنوا سور مكان القصر، وخافوا إن حد يقرب من المكان ده أو حتى حد يسكن فيه تاني. ودي كانت نهاية القصة. يا ترى بقى لو انتوا مكانهم وجالكم جار من سلالة الجن هتعملوا ايه؟ يا ريت تجاوبونا في التعليقات، وما تنسوناش في الاشتراك في القناة وكمان تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا.